السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله انا جايبه لكم طريقة عمل المهلبية بطريقة سهلة وبسيطة. معانا رتل لبن جهينة كامل الدسم. هو عمل معايا هنا 3.5 لان المج كان كبير، بس هو بيعمل 4 كوبايات عموما. ال4 كوبايات دول انا حبيت ان انا اخفف شوية الدسامة بتاعتهم. حطيت معاهم كوبايتين مية. طبعا لو انت مش حابه تحطي الميه ما تحطيش، براحتك، ده حاجه ترجع لك اختياري يعني. هنا دوت انا حطيت كوبايتين الميه، خلاص دي نص كوبايه الميه اللي هعمل معاها، هحط فيها النشا. هنا انا كنت حطيت كده 4 معالق سكر. وطبعا ولعت على اللبن علشان خاطر السكر يدوب واقدر اظبط الحدق بتاعي معلش يا جماعه. اقدر اظبط السكر بتاعي. اخده بقى على الرز وكده وعلى طول الحدق والحاجات دي. هنا انا كنت حطيت معلقتين سكر كمان. وبرضو حطيت معلقتين كمان، بس ما تصوروش دول لان اتلبخت في حاجه فما صورتهمش. كده المهلبيه اخده معايا بالظبط كل اجمالي السكر. انا حطيت 8 معالق سكر دول بالنسبه لي. فممكن بالنسبه لاي حد تاني ممكن تكون السكر بتاعه اقل، ممكن يكون السكر بتاعه اعلى. فكل واحد على حسب بقى ايه هو بيحب ايه سكره قد ايه. هنا انا كنت جبت بقى نص كوبايه الميه اللي انا وريتها لكم في الاول عشان احط معاها ايه النشا. طبعا انا حطيت ما يعادل اللبن بالميه هو 5 كوبايات. كل كوبايه عليها معلقه نشا ممليه على اخرها، فلازم تبقى ممليه. 5 كوبايات لبن عليهم 5 معالق نشا ممليين على اخرهم. هنقلبهم كويس، ولازم يعني تتأكدي جدا ان اللي انت اللي هي مفيش كلكعة في المية من نشا ولا اي حاجة خالص. لازم تكون دايبة قوي قوي قوي، يعني تتأكدي قلبي فيها حبة حلوين كده. وبعد كده عشان تنزلي بيها لازم يبقى في ايدك حاجة يا دوب تنزلي حبة، يعني زي ما انتوا شايفين كده، وفي نفس الوقت بتقلبي، لان كده كده اللبن هيبقى سخن فهتربط منك في ساعتها. وطبعا في الوقت ده هتوطي النار عشان خاطر تدي فرصة للنشا اللي هو يستوى. لان انت لو سبت اللبن يغلي ورحت حاطه، يعني انا مغليتش اللبن لان انا الجهينة ما بيتغلاش عموما يعني. فاي لبن تاني هتضطري تسيبيه يغلي الاول، وبعد قبل يعني الاول، وبعد كده هتحطي سكرك، وبعد كده هتحطي، يعني تبداي تشتغلي فيه. المهم اللي هو يغلي الاول، انما جهينة انتوا عارفين المعلبات دي ما بتتغلاش، كمان ده بتتشرب سقعانه. المهم انا حطيت ورقه فانيليا بعد ما نزلت بالنشا وسبته بقى استوى، ووطيت عليه خالص وسبته يستوى. حطيت الفانيليا وحطيت بعد كده قشطه. بتحط بقى كميه القشطه اللي انت عايزاها، وبتسيبيها بقى ايه تغلي بقى غلوه مع نفسها. طبعا بتهدي برضو شويه عليها، وبعد كده ايه بتسيبيها تغلي مع نفسها. بعد ما بتغلي بتقفلي عليها وبتسيبها تهدى، وتحبيها بقى في اي حاجه انت عايزاها. هنا الطبق كان معكوك في الاول لان كنت بختبر الطبق يعني، لان هي كانت لسه ايه شايفين الدخنه. فالحمد لله الاطباق طلعت كويسه، يعني خامتها كويسه بتستحمل الحراره. هنا انا كنت بقى بعبيهم يعني كام علبه كده عشان ايه يبقوا سهلين، طبعا لهم غطيان سهلين اللي هم يتحطوا في التلاجة. هنا كان خلاص عبيتهم كلهم، غرفتهم كلهم. ديت فواكه مجففه. طبعا تقدري تحطي اي حاجه على الوش، لو عندك جوز هند، عندك زبيب، اي حاجة من دي. طبعا انا ولا بحب الزبيب ولا جوز الهند ولا الفواكه المجففة. بس حبيت ان انا اعمل شكل ليها عشان خاطر لو في اطفال في حاجة طبعا يعني تقدري تقنعهم اللي هم ياكلوها. بس كان ده الشكل النهائي بتاعنا، ويا رب اكون قدرت افيدكم بحاجة. وما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، ونشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله.